اوكي ليتس جو. ده بقى فيديو احنا هناخد راحتنا فيه جدا جدا جدا، جميل وفيه مونتاج كتير. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ حاجه من ضمن الحاجات اللي انا نفسي اعملها عموما. يوتيوبر اجنبي جامد جدا في العربيات، بيعملها دايما والدخله دي هو مشهور بيها. يقول لك ايه؟ This is a 911. دي تبقى اجدد عربيه كهرباء في السوق المصري، عربيه كهربائيه اكيد صيني في رينج تسعير محترم جدا. وفي الفيديو ده انا حابب نتعرف عليها ونعرف تفاصيلها كلها. فمن غير ما اطول عليك يلا بينا نشوف الارك فوكس الفا تي اس. منت بقى دي الحاجات اللي الناس ما بتشوفهاش. في الفيديو ده احنا هنتعرف على الوحش الصيني الجديد اللي نازل في السوق المصري، الارك فوكس الفا تي 5. هنتكلم في الاسعار والفئات، ونتفرج على شكل العربيه من بره ومن جوه، ونتكلم على الاداء والقدره الحصانيه بتاعه العربيه دي. فيديو هجمع لك فيه تجربه كامله مبدئيه لو بتفكر انك تشتري العربيه دي. لكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه علشان يوصلك اي جديد بننزله. يوتيوبر بقى، شغل يوتيوب ده. اكتب لي برده في الكومنتات بتفكر تشتري انهي عربيه وحابب نغطيها. ويلا بينا ونبدا بالسعر الرسمي كالعاده. العربيه دي بتيجي بفئتين، 1,500,000 و1,650,000. العربيه دي تعتبر الاعلى والاغلى عند ارك فوكس. معلومه كمان مهمه جدا بتهم الناس اللي هم بيتابعوا اخبار السوق اول باول، وحاجه بديهيه جدا برضو ان العربيه دي بما انها لسه نازله السوق فمفيش حاجه اسمها اوفر برايس طبعا، يعني هم لسه بيجربوا حظهم في السوق المصري. فالعربيه دي معلهاش اوفر برايس وبتتباع بالرسمي، موجوده عند الموزعين، موجوده عند الوكيل نفسه، وهندخل في القصص دي كلها دلوقتي. زي ما قلت لك برضو ان وكيل العربيه دي الكان اوتو، فمحتاج اكلمك شويه عن ضمان العربيه دي. العربيه دي عليها ضمان 7 سنين او 200,000 كيلو. ويلا بينا دلوقتي نبدا ندخل على شكل ومواصفات العربيه والقدره الحصانيه بتاعتها. فارك فوكس ده نوع من انواع الثعالب فعلا، فكانت اي دخله كنت شفتها الريفيو على العربيه دي كان بيقول لك تخيل ثعلب وكهرباء، فتخيل معايا بقى ثعلب وكهرباء. تعالوا بينا نتفرج على شكل المفتاح بتاع العربيه. شكل المفتاح بتاع العربيه اخد شكل اللوجو وحاجه شيك جدا وتحسها بريميوم كده وبيانو بلاك في الحركات، وفي الفتح والقفل وفتح الشنطه. نيجي لشكل العربيه من قدام الهجومي جدا. نبدا بالجنب ده مع الاضاءات الماتريكس LED انتر اكتيف LED، وفيها تطعيمات جوه الفانوس باللون الاحمر، شكلها خطير جدا. حاجه مميزه جدا انا عايز اوريها لك، وهي حاجه اشبه بالويلكم لايت اللي بيبقى موجود في الاضاءات بس لما نطفي الاشارات بتاعتها. بص بقى، احنا لما نقفل العربيه هتلاقي فيه لعب كده وحركات بتتعمل. لما نفتح العربيه تاني نفس الكلام. شكله جميل جدا. وبما اننا بنتكلم عن عربيه كهرباء فانت مفيش عندك شبكه من قدام، في عندك بس واحده من تحت كده لتبريد البطاريه. شبكه معتمه جدا، الوجه هجومي، في خطوط حاده في الكبوت علشان الايرودايناميك وانسيابيه الهواء. مفيش اي فتحات، مش لاقي اي فتحات موجوده غير الفتحات اللي قلت لكم عليها. عندك طبعا حساسات اماميه وكاميرا من ضمن الكاميرات ال 540، وفي لقطه كويسه جدا في العربيه وهو اللوجو بتاعها. اللوجو بتاعها ده مضيء، يعني بص لما بتيجي تفصل الاضاءه بتاعت اللوجو بتبان. المهم ان دي لقطه كانت كويسه جدا واختلفنا فيها كتير الصبح، لان احنا كنا بنتفرج على العربيه الصبح. حد كان موجود هنا فبيقول ان العربيه اللوجو بتاعها بيضيء، ونيجي نبص مفيش اي اضاءه لحد ما اكتشفنا ان هو بيضيء فعلا. فهو شكله رائع جدا. ففي المجمل شكل العربيه من قدام لذيذ جدا، هادي وهجومي في نفس الوقت. الخطوط اللي اتكلمنا عليها بتاعت الكبوت، في نفس الوقت الشبكه المعتمه مفيش غير فتحات صغيره من تحت. عندك كاميرا من ضمن الكاميرات ال 540، حساسات اماميه. وندخل دلوقتي نتفرج على شكل العربيه من الجنب. نيجي لشكل العربيه من الجنب ونبدا بالجنوط التو تون اللي شكلها تحفه جدا، والعلامه بتاعت ارك فوكس في النص. ودي الفئه الاعلى زي ما قلت لكم بتيجي بجنوط 19، الفئه الاقل بتيجي بجنوط 18 اصغر شويه. والتعليق الامامي طبعا ماكفيرسون. في هنا جزء صغير زي ما يكون ان هو ليد او حاجه مضيئه، بس انا مش متاكد من ده. طبعا ما بتنورش زي ما قلت لكم، فدي معتمه ما بتنورش، لون ابيض بس، حاجه شبه الكريستال. نيجي بعد كده المرايات بتاعتك ما فيهاش اي تاتشات ولا فيها اي فزلكه، بس فيها ميزه حلوه جدا وانت بتسوق العربيه، ان انت بمجرد ما بتجيب العربيه الريفرس المرايات بتبدا تعدل نفسها وتوطي لك الزاويه بتاعتها شويه. ليه؟ علشان تكون انت كاشف الطريق من تحت، او لو كان في رصيف وانت بترجع او حاجه شبه كده. يعني تكنولوجيا بسيطه جدا بس اعتقد مفيده للناس او هتريحهم. طبعا المرايات بتاعتنا ضم، وفي اشارات مع المرايه، وكاميرا من ضمن الكاميرات ال 540. الاوكر بتاعت البيبان بتاعتك مع شكل العربيه بمجرد ما تفتحها بتبدا تطلع لك من بره، وبمجرد ما تدخل وتدور العربيه وتمشي بيها الاوكر دي بترجع تاني تتسحب داخل العربيه زي ما انت شايف. حاجه من ضمن الحاجات اللي انا ما كنتش متوقعها او كنت حابب ان هي تكون موجوده يعني، وهو الفميل الخلفي. يعني بحسه بقى مهم يا جماعه في العربيات الاس يو في العاليه عموما او اللي في الفئه دي. عندنا من فوق روف راك لونه بيانو بلاك مطفي، مش اخد حيز كبير من العربيه، مش اخد ارتفاع قصدي كبير، ولكن هو بادئ معاك من هنا ومنهي لهنا خالص. لو جينا بصينا على شكل العربيه من ورا وتحديدا في الزاويه دي، انا بحب الزاويه دي جدا على فكره، سواء كان من ورا او من قدام. بحس ان هي بتبرز كده حاجات هجوميه شويه، كشباب هتفهمني في الحته دي. فهتلاقي عندك البيانو بلاك او الشكل المطفي الاسود مكمل معاك لحد هنا، ومالي معاك من اول بدايه السبويلر لو اعتبرنا ان ده سبويلر. وشكل الاضاءات مسحوبه زي ما انت شايف من ورا، هتعجبك جدا شكل
الاضاءات من ورا العربيه او خلفيه العربيه عموما. يعني زي ما انت شفت الويلكم لايت لما انت بتيجي تقرب من العربيه او تفتحها او كده من قدام هيعجبك جدا من ورا ومن ورا. فده شكل الارك فوكس الالفا تي 5. هنلاقي عندنا هنا السبويلر زي ما احنا شايفين، وفي هنا الليد بتاع البريك لما انت بتيجي تدوس فرامل. الفانوس بتاعك زي ما انت شفت الحته من الزاويه دي هو مكمل معاك بطول العربيه. ارك فوكس في النص، كاميرا من ضمن الكاميرات ال 540 والالفا تي 5. خلينا ناخد نظره برضو نلقيها على شكل العربيه من ورا عشان كمان بكتشفها معاكم عموما، يعني مش مذاكر العربيه. في عندك هنا ده بلاستيك يوزر جميل، وفي العاكس اللي بيبقى موجود هنا، كاميرا من ضمن الكاميرات ال 540 وحساسات خلفيه طبعا راكب العربيه. العربيه دي فيها اوتو باركنج برضو، ركن ذاتي. ده كان باللون الاسود عموما، خلاهولك هنا نيكل. والشنطه بتفتح من الزرار اللي جنب الكاميرا. الشنطه بتاعتنا طبعا بكل تاكيد مساحتها 400 لتر، ولما بتنزل الكراسي المفروض بيبقى اكتر. وبيجي مع العربيه برضو وحده شحن للبطاريه، وحده شحن منزلي. انا عايز اتفرج عليها عموما بالمكان المكنه اللي هي بتركب بالبلجه بكل حاجه. طبعا كل ده احنا لسه ما اتكلمناش اصلا على اي ارقام تخص العربيه. لو بصينا هنا برضو فهنلاقي في اضاءه موجوده في الشنطه بس مش موجوده في الجنب الثاني، وفي مكان هنا من ضمن الحاجات اللي انت بتعلق عليها او بتربط بيها لما بيبقى معاك حاجه. وفي هنا المخرج ال 220 فولت، في هنا فيشه 220 فولت. مساحه الشنطه كويسه وممتازه، ودخلت حتى مساحه الراس عموما، يعني اللي هو دخلت قعدت جوه الشنطه قبل كده ما خبطيليش دماغي علشان السحبه اللي انتوا شفتوها من الجنب بتاع العربيه. جميل. نفتح من هنا، موجود العده بتاعتك والمثلث والكلام ده كله، وتحت طبعا متبطن كامل علشان بقى البطاريات والقصص دي كلها. طبعا عربيات الكهرباء ما بيجيش فيها ستبن. جميل، دي معلومه احنا المفروض عارفينها. الجمال والحلاوه دي لايت بار تاني او الويلكم لايت. لما نيجي نفتح العربيه ده الويلكم لايت بتاعها تحفه. نيجي دلوقتي لشكل العربيه من جوه، وفي معلومه حابب ان انا اقولها لك، يعني هي بديهيه جدا بس ممكن ناس كتير ما تعرفهاش. كل اللي انت محتاجه مع العربيه دي انك تكون حاطط المفتاح في جيبك. مجرد ما تدخل العربيه انت مفيش ستارت ستوب انجن بتدوس عليه علشان تدور العربيه او تبدا تعرف ان هي اشتغلت. بمجرد ما تدخل العربيه وتقفل الباب العربيه كده دايره المفروض. يعني انت بتدوس فرامل وتنقل البي الدي او الار سواء انت عايز تتحرك قدام او ورا، وتبدا تتحرك على طول. من الوهله الاولى لما تيجي تخش العربيه من جوه هتكتشف ان هي سو سيمبل. هتحس ان العربيه بسيطه جدا من جوه، مفيش لعب كتير، مفيش شاشه اصلا قدامك، في الهيد اب ديسبلاي اللي انت هتبقى معتمد عليه وجايب لك كل المواصفات اللي انت محتاجها وشايفه قدامك. وبشوف ان الموضوع ده على فكره مريح جدا. انا كنت فاكر ان هو شيء غريب عموما في العربيات، ولكن لما اتحطيت في حاجه شبه كده وشفت الهيد اب ديسبلاي على فكره مريح جدا ولذيذ، وبتبقى شايفه في الشمس وكل حاجه. اول حاجه محتاجين نبص عليها وهو الخامات بتاعه العربيه. طبعا ده بلاستيك بس مدي شكل جميل جدا. ده سوفت، تاني ده بلاستيك برده جميل. عندنا قدام طاره مالتي جلد فيها تسخين في الطاره، ما فيهاش غير التحكمات بتاعتك اللي بتبقى في الجنبين، الشعار بتاعك في النص. الطاره بتاعتك الجنب ده في بلاك جميل، بيانو بلاك مطفي، شكله شيك جدا وجميل. ده الدراع بتاع المساحات بتاعتك، دي البكره بتاعت المساحات، والدراع بتاع الاشارات والانوار بتاعتك، وده الدراع بتاع الفتيس. الفتيس بتاعك مش موجود هنا وانما هو موجود فوق، بتحركه سواء كان بي دي ايا كان. الجزء ده احنا اتعودنا عليه عموما لان هو نزل كتير وبقى معمول دلوقتي. وهنا هتلاقي الزرار بتاع الهاند بريك، وده الفتحه بتاعت الكبوت بتاع العربيه. وانا لسه ما كلمتكمش على اي ارقام او هورس باور او اي حاجه لها علاقه بالباتري، احنا بنتفرج على العربيه عامه. ننقل في الجزء اللي جنب الطاره ونشوف عندنا الشاشه بمساحه 15.6 انش، سريعه جدا، ودي اللي بتتحكم في كل حاجه في العربيه بما فيهم التكييف كل حاجه. تحت الشاشه بشويه هتلاقي فيه وصلتين، وصله يو اس بي سي عادي ووصله يو اس بي سي اللي هي الكبيره دي انا مش عارف اسمها ايه عموما. عندنا 2 كاب هولدرز وفي اضاءه حواليهم وشاحن وايرلس تشارجر، وده الزرار بتاع الانتظار، مرايه تعتيم علشان الضلمه، والحاجات اللي فوق دي تاتش طبعا، الاضاءات اللي هي موجوده فوق. ننزل هنا في عندي اضاءات برده موجوده حوالين المرايه، حاجه لذيذه. بالنسبه للسماعات العربيه دي فيها 8 سماعات صوتهم عالي ممتاز جدا، وفيها انبانت لايت بتقدر تتحكم في الالوان بتاعته من الشاشه. طبعا كراسي العربيه كهرباء جلد فيها تبريد وتسخين، وفيها داعم قطنيه بالنسبه للكرسي بتاع السواق. بنضغط على الزرار ده علشان نفتح الكونسول اللي جوه. في ثلاجه جميل، ودي الزراير التاتش. انا عايز اشوف من هنا برده في اضاءه، في اضاءات صارفين ومكلفين. وفي الصن روف بانوراما ضخم جدا بطول العربيه، ولكن هو ما بيفتحش، يعني ده ازاز بس او بلاستيك ايا كانت الماتيريال اللي هو مصنوع منها، ما بيفتحش، موجود كده بس. كمان ده بلاستيك، والزرار بتاعته شويه كتالوجات وحاجات احنا مالناش اي علاقه بيها. في عندك مساحه التخزين اللي هنا ومساحه التخزين بتاعه الدرج، والجزء ده كله فاضي تقدر تخزن فيه حاجات كتير. ما عندناش غير وصله هنا يو اس بي سي عاديه، وصله يو اس بي سي الثانيه اللي انا زي ما قلت لكم. حاجه بقى مهمه جدا انا نسيت اقول لكم عليها، مفيش اكره للباب، وانما هو الزرار ده اللي انت بتضغط عليه علشان تطلع من العربيه. والكرسي طبعا بيتحرك معاك عموما لانها فيها ميموري في الكراسي، انت بتظبط القعده بتاعتك من الشاشه برضه. طبعا عشان مش موجود حد معايا ان هو يصورني النهارده مش هنقدر ان احنا اوريكم يعني عموما الحاجات اللي موجوده في الشاشه، بس هي الاستخدام بتاعها كويس جدا ولذيذ وسريعه، يعني السيستم كويس ما فيهوش اي مشكله. طبعا الشاشه
دي برده فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وايرلس من غير اسلاك او اي حاجه. هنتفرج الاول على الخامات بتاعه الباب من عندكم من الزاويه دي، وبعد كده نرجع نشوف المساحات ورا شكلها عامله ازاي. الباب بتاع العربيه طبعا الازاز بتاعك بيفتح من هنا بزرار كده، بتعمله كده وكده، مقبض هنا علشان تتحرك فيه تفتح منه الباب. عموما المقبض ده مش موجود عندي هناك، لا مش موجود عندي هناك، علشان الجزء ده اللي هو موجود بقى التحكم في الحاجات بتاعه العربيه والكلام ده. مساحه لا باس بها من هنا، جميل. طبعا ده بلاستيك، ده جلد طبعا عادي سوفت. السماعات بتاعتك اللي هي موجوده في الباب، وفي انبنت لايت موجود هنا، تقدر تتحكم طبعا في الالوان بتاعته زي ما قلت لك. ومن هنا برده سوفت، جميل، ماتيريال كويسه جدا. ندخل بقى نرجع نتفرج على المساحات بتاعه العربيه من ورا. نيجي للمساحات بتاعه العربيه من ورا. طبعا في شويه اكياس وحاجات شبه كده مالناش اي علاقه بيها. حاجه حابب اعقب لكم عليها مبدئيا، هي جميله جدا وخطيره جدا وعجباني جدا، شكل الكرسي بتاع العربيه شكله تحفه جدا جدا جدا، وقعدته اصلا قدام مريحه، وتحس من العربيات اللي هي حضناك من الجنب. انا بحب الحاجات دي عموما. وده زي ما قلت لكم فيه داعم قطنيه، ده ما فيهوش. الكراسي طبعا بتاعتها كهرباء، قلنا تبريد تسخين زي ما اتكلمت. في عندك بقى الجلد بتاعها، في الارك فوكس، كلمه ارك فوكس، في مساحه تخزين هنا ومساحه تخزين تحت اللي هي الاعتياديه. والكرسي ده راجع مش لاخره ولكن بقعده حد قدام، والمساحه زي ما انتم شايفين كبيره جدا، ومساحه الراس فوق الممتاز بجد. من العربيات اللي مساحه الراس بتاعتها حلوه جدا جدا جدا، نفس الماتيريال ونفس كل حاجه في الباب في الجنب الثاني. طبعا ما فيش حاجه اسمها نفق فتيس هنا، جميل. العربيه دي تاخد لها ورا 3 مرتاح جدا، يعني المساحات ورا واسعه، مش صعبه خالص. في عندك ليد هنا للاضاءه برده شغال تاتش اللي هو بتدوس عليه. وده الكرسي طبعا ده كان مظبوط على القعده بتاعتي، وادينا دلوقتي اهو قاعد مفيش اي مشكله. وفي مساحه من هنا ومساحه الراس، فمساحه الراس بتاعتها عجباني جدا وممتازه. نيجي بعد كده للمسند، في 2 كاب هولدرز، وده برده بنقدر ان احنا ننزله. ننزل بده من هنا، ننزل بده علشان نقفل المساحات. الخامات بتاعت الكراسي ممتازه وقعدتهم مريحه، وحاسس ان الكراسي شيء من الحاجات اللي بتميز العربيه دي، سواء كان لونهم او ملمسهم او الخامات بتاعتهم او الراحه بتاعتهم عموما كمجمل. والعربيه عموما انت هتاخد عنها انطباع مجرد ما تخش العربيه من جوه ان هي سيمبل جدا. موجود عندنا ورا برده فتحتين للتكييف ومخرج USB-C واحد. دي مشكله يا جماعه، لسه ليه حد دلوقتي بنعمل الكلام ده؟ هي تحسها فقيره شويه في فكره الوصلات، يعني فين الوصلات ورا هنا؟ لو خدت 3 هنقعد نتخانق بقى على مين اللي هيشحن الاول. بس كده اعتقد دي الحاجات اللي موجوده. خلونا اكلمكم بالمره عشان انا مرتاح وانا قاعد ورا عن وسائل الامان بتاعه العربيه دي. العربيه دي بتيجي بجميع وسائل الامان، و6 ايرباج، انظمه الامان المتكامله طبعا، و6 ايرباج. صدقوني في حاجه انا خدت بالي منها دلوقتي، الانبنت لايت اللي موجود تحت، في منه ليدات تحت عموما مكمله وبتقيد وتطفى دلوقتي. ممكن عشان احنا فاتحين الباب، انا خمنت ده علشان في باب مفتوح. المخدع ده بتاع الراس عموما موجود عليه اللوجو بتاع ارك فوكس، موجود في جميع الكراسي بتاعتك، بس مش موجود هنا طبعا لان ده ما يعتبرش كرسي قوي، بس احنا بنعتبره هنا عندنا كمصريين ان هو كرسي. طبعا برده حاجه من ضمن الحاجات الكراسي اللي ورا البيبان زراير، يعني انت مفيش عندك اكره خالص في البيبان، لغوا التفصيله دي تماما. انت زرار عشان تفتح بالعربيه. كده احنا اتكلمنا عن السعر الرسمي للعربيه والفئات، واتفرجنا على شكل العربيه سريعا من بره، واتفرجنا عليها برده من جوه، ولكن احنا نسينا اهم تفصيله اللي كانت المفروض تبقى في اول الفيديو. يعني كان نفسي اقول لكم ان انا اصلا دخلها في اخر الفيديو بس انا نسيت عموما، فهكلمكم عنها دلوقتي. الارقام بتاعه العربيه دي، كام هورس باور، كام نيوتن متر تورك، كام، ده اللي احنا محتاجين نعرفه دلوقتي. مش عايزك تتعشم قوي او تتوقع ان في حاجه موجوده في الكبوت، علشان دي طبعا زي ما قلت لك عربيه كهرباء. ما ننساش عشان انا بنسى طول الفيديو ان انا بصور عربيه كهرباء. حاجه من ضمن الحاجات اللي انا استغربتها فوق ما تتخيل، يعني ايه مفيش مساعدين؟ يعني ايه حضرتك الكبوت مفيش مساعدين؟ دي غريبه جدا. انت عامل كل ده ومفيش مساعدين. طبعا المكان مصفح بالكامل، مفيش اي حاجه قدامك غير ميه المساحات، ما بنحبش اللعب. ايه بقى الارقام بتاعت العربيه دي؟ العربيه دي بتيجي ببطاريه 65 واط، بتمشيك رينج 520 كيلو، وبتشحن من 30 ل 80% في حوالي نص ساعه. كل ده طبعا بيطلع لك حوالي 251 حصان و360 نيوتن متر تورك، وتسارع من 0 ل 100 في 7.5 ثانيه بالظبط، عشان اكون معاك راجل كوريكتور. بس ده كده بالنسبه للارقام بتاعت العربيه، وتعتبر نظره سريعه جدا جدا جدا. عارف ان هي متكروته بالنسبه لمواصفات العربيه دي. ودلوقتي انا فرجتك سريعا عن العربيه لحد ما تتيح لنا الفرصه باذن الله ان احنا نجربها واكلمك اكتر عنها. فده كده يعتبر اول ريفيو للعربيه دي بعد ما وكيلها استلمها في مصر وبدا يسلم الموزعين، لان انا دورت كتير على حد شرح العربيه دي ما لقيتش. فكده احنا خلصنا، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، واستنى فيديوهات جايه كتيره جدا عن عربيات انت هتقرر تشتريها، او حتى لو انت هاوي تعرف العربيات دي، بس يعني تكون الفيديوهات اللي جايه اكثر تنظيميا كسكريبت وكمواصفات وكالكلام ده كله. بس انا عايز الحق اصور العربيه قبل ما الناس تصورها. ثانك يو فور واتشنج، شكرا على المشاهده.